لو انت مكان الراجل ده كنت هتتصرف ازاي لو صحت الرواية بتاعته؟ يا جماعة احنا من امبارح شايفين ناس عمالة تقول لك ايه، الراجل ده كان المفروض يتصرف بطريقة اهدى من كده، الراجل ده كان المفروض يتفاهم ويحل الموضوع بشكل ودي وما كانش ودى نفسه. انا معاك في كل ده، ولكن حضرتك بتكتب ده وانت هادي، حضرتك بتكتب ده وانت قاعد وقدامك القهوة بتاعتك وقاعد في التكييف ولا في المروحة والدنيا هادية معاك وانت مش في الموقف. فانت بتكتب ده وانت اعصابك هاديه وانت مش صاحب الموقف نفسه. لكن عايزك تتخيل كده ان سيادتك تبقى متغرب متبهدل، وكلنا عارفين الغربه الواحد بيشوف فيها ايه. والله انت لو عايش فين وفي غربه كلنا عارفين، وكلام يعني كتير ان الراجل كمان كان مسافر، يعني في بلد، يعني كلنا عارفين الراجل كان شقيان. تمام. فانت بقى تخيل تبقى قاعد شقيان عشان تاخد فلوس وتديها لاهل بيتك وتوفر لهم حياه كريمه وتعمل لهم حياه افضل. فجأة تلاقي أهل بيتك مبعوت لك صور وهم مع ناس، مبعوت لك صور وهم في أوضاع مش عايزين طبعا نتكلم فيها، ومبعوت لك كمان حسابات كل شوية بتكلمك تبعت لك تفاصيل وسكرينات وشات وكل حاجة. وانت بقى ترجع تبدأ انك تتناقش معاها حسب كلام شهود على الواقعة، ان الست كمان اعترفت بده، ان الست قالت له بكل التفاصيل دي ان ده حصل، وهو في كلام ان هو معاه دليل كمان ان هي بتعترف بالكلام ده. فعايزك بقى تتخيل بعد كل ده انت لما تلاقي حاجة زي كده مبعوتة لك وفيديوهات يا جماعة. يعني مش عايز طبعا اخوض في التفاصيل، ولكن الست في تفاصيل صعبة جدا في الفيديوهات حسب ما هو متداول في كل الصحف اللي موجودة، وحسب ما هو متداول على ناس شهود في الواقع. انت بقى كنت المفروض هتتصرف ازاي؟ الراجل ده يا جماعة بعيدا عن التصرف اللي هو عمله، بعيدا عن اي حاجة حصلت، انا بكلمك بص بكل الدرجات اهو، نزلت لك لاقصى درجة. الراجل ده بذمتك انت مش صعبان عليك لو هو فعلا الرواية اللي قالها دي صحيحة؟ مش صعبان عليك؟ يعني انا معاك التصرف اللي عمله، ولكن هل هو نزل عمل كده من نفسه؟ هل هو الراجل كان قاعد في امان الله والست كانت كويسه معاه وهو نزل عمل كده من نفسه؟ التصرف يا جماعه بيكون على قد الفعل نفسه، رد الفعل يعني ما تلومش عليه، قد الفعل نفسه. انا معاك في كل اللي انت بتقوله، ولكن الراجل نفسه لما يبقى قاعد يلاقي الست اللي هي المفروض تصونه، الست اللي المفروض تحفظ له بيته وكرامته، يلاقي الموضوع ده مع اتنين تحت البيت عنده، واحد صاحب محل ولا صاحب ورشة وصاحبه. انت عايزه دماغه تستوعب الكلام ده ازاي؟ ده يا جماعة الراجل لما يبقى مصاحب حد وفجأة صاحبه ده يغزله، الراجل ممكن يقعد سنين ما يعرفش يتخطى الموضوع ده. ما بالك بقى راجل قاعد زوجته اللي هي كرامته اللي هي شرفه اللي هي كل الكلام ده كله وسمعته، هو يشوف الكلام ده بعينه، ده يا ريته حتى سمع، ده شافه بعينه. فانت عايزه يتصرف ازاي؟ يعني طبعا احنا دولتنا دولة قانون، وطبعا يعني القانون هو اللي المفروض يسود في كل الامور، انا معاك. ولكن الراجل يا جماعة اتصرف تصرف في وقت هو مش شايف قدامه، زي ما احنا بنقول تصرف في حد بيتبعت له فيديوهات زي كده، وحد طبعا يقول لك لا ده خطط ونزل ونفذ. ماشي، ما هو انت تخيل تبقى قاعد في غربة وبعيد عن حد، وحد بيقول لك ده في كذا 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 وبعت لك كمان فيديوهات، انت مش تبقى قاعد بتغلي طول الفتره دي؟ فانا من جوايا انا طبعا مش بقول لك لا اللي عمله ما اعرفش ايه، لا انا كده انا بقول لك الراجل يا جماعه ليه مبرره، والراجل يعني المفروض ان احنا بس ندعي ان ربنا ما يحطناش في اي موقف من المواقف دي، ونتلاشى بقى قصه ان احنا نقول الراجل ده عمل لا، يعني كل اللي نعمله ندعي ربنا ما يحطنا في موقف زي ده، وربنا ما يحط حد في موقف زي ده. لان خد بالك انت ممكن تكون بتكتب دلوقتي لا ده الراجل المفروض كان عمل وعمل، وسيادتك ربنا يا رب ربنا يا رب ما يحطك في موقف زي ده. لكن لو اتحطيت في موقف زي ده الله اعلم تصرفك هيبقى ايه. والسؤال لك انت بقى، لو انت مكانه هتتصرف ازاي؟